من القناة الأولى كنحييكم مشاهدينا أينما كنتم، وكنصحبكم طيلة 52 دقيقة للحديث عن موضوع آخر من المواضيع اللي مطروحة للنقاش في الساحة الوطنية. موضوع اليوم هو السياحة المغربية وكيفية الاستفادة من الاستقرار في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تعرفها العديد من الدول العربية التي كانت قبل ما يسمى بالربيع العربي تستقطب سياحا عربا وغربيين أكثر بكثير من المغرب. معي للحديث عن هذا الموضوع فاطمة الزهراء موجي، ممثلة الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك. مرحبا بك لاله فاطمة الزهراء. ووصال الغرباوي، مديرة ديوان وزير السياحة. مرحبا بك لاله وصال. كنرحب كذلك بالشباب اللي حاضرين معنا باش يشاركونا النقاش، وكنرحب بكم مشاهدينا. نبغي نبدا معك لاله وصال، بما انك انت صوت الوزاره الوصيه في البرنامج. ما يمكنش نشخصوا اليوم الواقع ديال السياحه بلا ما نستحضروا السياق العربي، الثورات العربيه، السياق الدولي اللي هو الازمه الاقتصاديه، والسياق الوطني اللي هو الازمه ديال الائتلاف الحكومي وصعود الاسلاميين للحكومه. واش هذا الشيء اثر على السياحه في المغرب؟ اولا شكرا على الاستضافه وعلى اختيار هذا الموضوع. مرحبا. لان قطاع السياحه كما يعلم الجميع هو قطاع اقتصادي حيوي بالنسبه لبلادنا. بالفعل واحد العدد ديال التحولات اقتصاديه وسياسيه اللي عرفها العالم منذ اقتصاديه منذ 2008 وسياسيه منذ 2010 2011 يعني خلقت واحد توتر في التوازنات في عدد من الدول. السياحه المغربيه تاثرت بشكل نسبي جدا من ما يقال الربيع العربي. اولا لان السياحه المغربيه لها من المناعه بفضل مكتسبات قويه، لها من المناعه ما يمكنها من الصمود امام عدد من الازمات، وهذه ماشي اول ازمه تعرفها العالم او تعرفها المغرب. فالكل يتذكر الازمات منذ تقريبا سنه 94، والازمات تتكرر. فالملاحظ هو ان الازمات كل ما تنزيد كل ما الازمات يكون عندها تاثير اقل بالنسبه لقطاع السياحه، لان ربما قطاع السياحه وصل لواحد المرونه، الماتوريتي اللي كتجعلو يتفاعل ويتعامل افضل مع الازمات. هذا بالنسبه للتاثير. بالنسبه للاداء فقطاع السياحه سجل وكما يعلم الجميع يعني ارقام جد مشجعه في 2012، ومن المنتظر ان نستقبل ان شاء الله في سنه اواخر هذه السنه هذه اكثر من 10 مليون ونصف ديال السياح اللي غيكونوا توافدوا على بلادنا. يعني وكاين واحد الوتيره ديال الاستثمار اللي هي فعلا كانت تاثرت منذ 2008. عرف الاستثمار السياحي في المغرب واحد التراجع طفيف، ولكن الامور تتحسن. نعم. لاله فاطمة الزهراء، سمعتي الكلام ديال الاستاذه وصال اللي هي كتمثل الوزاره الوصيه، كلام جميل، كلام وردي، وكأن الامور يعني على احسن ما يرام، في علم ان الارقام يبدو ان العكس تماما هو اللي حاصل، ان المغرب لم يستفد من زبناء مصر وتونس. تونس قبل الثوره كان كيزورها 7 الملايين، الان تنزل ب 40%. مصر كان كيزورها لو دوبل، يعني 14 مليون سائح كانوا كيمشيو لمصر، الان اكثر من 50%. المغرب تراجعت نسبه الحجوزات بالنسبه ليه لاكثر من الربع في 2013. هذا الشيء اللي كاين. كيف ما قالت السيده وصال، صحيح ان المغرب عنده مناعه، وانه في هذه السنوات الاخيره حاول باش يطور من البنيه التحتيه السياحيه اللي عنده، ولكن كيف ما كتبت لنا الارقام اللي عطيها دايور لوفيس ديال التوريزم المغربي، كيتبين لنا ان كان تطور. ما غاديش نقولوا، انا قدم الاحصائيات ديال الشهر يناير 2013 وماي 2013 كانت زياده في عدد السياح، ما غاديش نكروها، ولكن الملاحظ هو اننا ما كانتش هذيك الزياده اللي كنا كنتمناو. كيف ما قلتي من 2008 الاضطرابات الدوليه اللي واقعين في مصر، في تونس، الاضطرابات اللي كانوا مؤخرا في تركيا، عطاتنا فسحت لنا واحد المجال، واحد الفرصه سانحه باش نستقطبوا جميع هذوك السياح، خاصه الاوروبيين اللي كانوا كيمشيو لهاد لي ديستيناسيون. ولكن بالرغم من ان كنلاحظوا الزيادات كيف ما قلت لك في يناير وماي، هاد الزيادات ما طلعوش لهذاك المستوى اللي كنا كنتمناو. يعني ان هذوك السياح اللي ما مشاوش لمصر وتركيا وتونس ما جاوش لعندنا،
سي فغي ان كاين مناعه وان كاين بنيه تحتيه، ولكن اللي في نظرنا حنا مازال ما كترقاش نهائيا المستوى ديال البنيه التحتيه وديال العروض اللي كانوا في الدول المنافسه. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى نقولوا ان استفدنا نسبيا من هذوك السياح اللي كانوا متجهين لدول اخرى واللي بسبب الاضطرابات السياسيه والاقتصاديه ما مشاوش. السؤال اللي مطروح هو انه واش هذوك السياح اللي جاو عندنا اليوم ولهذا العام من 2008 حتى لهذا العام، واش غير سياح عابرين جاو عندنا في فوتبال لان ما مشاوش لتركيا ولا مصر ولا تونس، ولا درنا شي حاجه لهذوك السياح باش نفيداليزيوهم للمغرب وباش يعاودوا يرجعوا عندنا؟ هذا السؤال موجه للاستاذه وصال. الاخت تمزره تكلمت على ثلاثه ديال الوجهات: تركيا، مصر، تونس. وجهه تبني المنتوج ديالها اساسا على المنتوج الشاطئي. انا متفقه معك، حنا ما استقطبناش. غير للتوضيح لا يمكن ان نقيس تونس ومصر بتركيا اللي هي سادس وجهه على مستوى العالم، ولكن ذكرت تركيا وذكر طرح السؤال اثناء الاضطرابات ديال التقسيم. لماذا المغرب لم يستفيد او استفاد نسبيا من هاد السياح اللي ما مشاوش لمصر وتركيا وتونس؟ المغرب استفد وما استفدش. استفد لان المغرب ولله الحمد لاحظناها كاملين كيتوفر على واحد الصوره دوليه اللي هي صوره عاليه، بلد مستقر، بلد آمن، مستقر سياسيا ومستقر اقتصاديا ومستقر اجتماعيا، رغم يعني الاحداث اللي كتوقع، وهذه احداث عاديه وطبيعيه وكتوقع في جميع الدول الديمقراطيه، وهذا يدل على لا بون سونتي دا سوسيتي ماروكان. هذا اولا. اسمح لي داكور، انا نعطيك الكلمه. متفقين. نكملوا. تكلمنا على تركيا ومصر وتونس. علاش استفدنا نسبيا؟ لان تركيا ومصر وتونس السياحه ديالهم مبنيه اساسا وكما يعلم الجميع على المنتوج الشاطئي، وهنا متفقه معك. المنتوج الشاطئي تركيا ما مبنياش على فقط. لا الله يخليك، باش نوضح باش ما نسوقوش شي افكار خاطئه الناس. تركيا مبنيه على السياحه ايكولوجيه، سياحه طبيه، الناس كيمشيو يزرعوا شعرهم في تركيا. لا اسمعينا استاذ، انا نكمل لك. سياحه ثقافيه، المتاحف اللي كاينين في تركيا ما كاينين حتى في شي دوله. لا ما نقولوش غير السياحه كيمشيو الناس غير باش يعوموا في البحر وصافي. سي دي نيش. حنا كنتكلموا على السياحه. لو توريزم دو سانتي سي اون نيش، لو توريزم دافير سي اون نيش، ويمكننا نتكلموا عليه في عندنا مولاي يعقوب. واش هاد لا نيش هذه كنتكلموا على مولاي يعقوب والسياحه الداخليه. احنا جايين. انا بغيت ناكد على ان الدول اللي تذكرت السياحه ديالها اساسا هي شاطئيه. حنا في المغرب بالفعل المنتوج الشاطئي مازال ما عندناش واجد بواحد الطاقه الايوائيه كافيه لاستقطاب هاد السياح. 3500 كيلومتر. وانا جاي 3500 كيلومتر. عندنا 6 المحطات اللي كانت درجات في اطار المخطط الازرق في رؤيه 2020، وتم اعاده النظر في التركيبه ديالها وفي التوجه ديالها في اطار رؤيه 2020. التوجه الجديد غير لفتح القوس، التوجه الجديد هو توجه يتلائم اكثر مع الاستدامه ويتلائم اكثر مع البيئه والمناخ والمحيط الطبيعي ديال هذه المحطات. هذا العام محطه ديال السعيديه في هذا الصيف والمحطه ديال اكادير وشمال المغرب ما كانش فيهم غرفه واحده للاكتراء المده ديال الصيف كله. عرفوا هذه المحطات واحد المحطات اللي المحطات في الفنادق المصنفه ولا في الديور ولا في الفنادق، لا ديور لا ابارتمون لا والو. يعني الناس مشاو للسعيديه وباتوا في الطوموبيلات، ناس مشاو لاكادير، مغاربه واجانب، لان كان واحد الاقبال كبير جدا على هذه المحطات. حنا المحطات السعيديه واكادير وتطوان وطنجه وفنيدق الى اخره. حنا تنتكلموا الان على المنتوج الشاطئي هو في صدد الانجاز. كانوا استثمارات اجنبيه في هذه المحطات. جات الازمه ديال 2008 وقع التعثر ديال هذه الاستثمارات، وحنا تكلمنا وصرح السيد الوزير اكثر من مره على هذه التوازنات التي اختلت بحكم هاد ماشي غير السعيديه وتغازوت. يعني وقعوا اختلالات التاثير ديال الازمه الاقتصاديه العالميه. هذا الشيء معروف، ماشي شي حاجه اللي جديده. الان وقع اعاده النظر في التركيبه ديال هذه المحطات، التركيبه الماليه. دخلوا مستثمرين جدد اللي عندهم طاقه استثماريه اكبر، وهذه المحطات هي في طور الانجاز بسرعه وبوتيره كبيره جدا. وحنا يمكننا يعني نخصوا حلقه الى بغيتوا لهذه المحطات. من بعد غير ترجع للجدوله الزمنيه. واش هناك جدوله زمنيه ام ان كلام يعني نطلق على العواهن؟ وان لا، محطه تغازوت هي غادي تكون من اجمل المحطات المغربيه في واحد الوجهه ممتازه، والكل يعرف موقع تغازوت. غادي يكون الانجاز ديالها كيف ما كان مبرمج في اطار العقده الاخيره. محطه السعيديه هي كتشتغل الان،
وحنا في اطار تطوير الجزء الثاني من المحطه عندنا النظر في البرمجه باش نعطيو الكلمه لاله فاطمه الزهراء. عندك شي تعقيب على ما قالته الاستاذه؟ نعم. بالنسبه علما ان الا شفنا الخريطه ديال التوزيع السياحي في المغرب كنلقاو بان الناس كيمشيو يا اما الاكادير يا اما لمراكش، وان نسبه الاستحواذ على هذه الوجهتين هي 70%. هذاك الشيء اللي كاين. وان مثلا وجهه اللي هي مزيانه بحال الداخله 0.2% نسبه الماء على طول العام. ما كايناش غادي نجيو للطياره. باش نرجعوا للمشكل على ان السياح ما قدرناش نستقطبوا السياح ديال مصر وتركيا وتونس لانهم كيفضلوا وجهه ساحليه. تركيا سالينا لان انتهت الضربات ديال تقسيم. لا دابا هذوك الناس فوالا افكتيفمون. دايور ملي كتشوفي النسبه ديال السياح هذا العام في تركيا داك الشيء خيالي، يعني حققوا الاهداف ديالهم وفاتوها. باش نرجعوا للمشكل ديال السياحه الساحليه عندنا، كيف ما تفضلتي عندنا 3500 كيلومتر ديال الشاطئ. بدينا في لا فيزيون 2010 قلنا بان غادي نطوروا السواحل ديالنا. كان تطورات تحققوا انجازات في 2010 ولكن ما وصلوش لذاك الشيء المطموح اليه. بدينا في 2020 عطينا 6 ديال المحطات. حنا دابا في 2013 براتيكمون 2014 كاينه محطه وحده ديال السعيديه اي اونكور كتعيش مشاكل. الناس اللي مشاو للسعيديه هذا العام كيقول لك داكور لا ستاسيون مزيانه، البنيه التحتيه كاينه، كل شيء مزيان وهذا، ولكن اللي ما مشاش بكري للسعيديه كينعسوا في الشاطئ، ولاو الناس كيكريو تفخروا بان الناس كيمشيو وما كيلقاوش فين. لا نهائيا، لان السعيديه ما دارتش بطريقه الاقبال ديال المحطه كان كبير، ولكن ما قدرش انه يستوعب الناس اللي مشاو ليها. نهضروا اولا على غير باش نعطيو غير مثال دابا، لان ملي كنهضروا على السياحه كنهضروا ديما على المواطن العادي، المستوى المواطن المحدود الدخل، ما اللي دخل هذا راه كيفك مشاكله راسو. غير باش نعطيو غير مثال، مثلا مواطن في الدار البيضاء بغى يمشي للسعيديه، عرفتوا السعيديه بشحال بعيده على الدار البيضاء، سي باش بغى يمشي للسعيديه كاين بيا لارام اللي كدايره لارام ب 1600 درهم للشخص الواحد. وكاين الطريق السيار، لا ولكن الطريق السيار لا بدون مقاطعه الا سمحتي، لا غير نفهم الله بدون مقاطعه. انا نعطيك الكلمه. باش نمشيو في الطريق السيار من الدار البيضاء الوجده بالنسبه اللي عنده اطفال صغار سي اون ميسيون امبوسيبل. اللي بغيت نقول هو ان ما كايناش المحطه، هي كاينه مبنيه كل شيء مزيان، ولكن ما كايناش مواكبه باش نانيميو هذيك المحطه. الا سمحتي غادي نمشيو للمشاركات الشباب اللي في الشارع ونرجعوا. هذه السنه قمت بزيارات قصيره لبعض المدن. المشكل اللي لقينا انها جوده الخدمات معدومه، سيرتو بالنسبه للمواطن. الا ما عطيتيش مقابل مادي كبير ما غتاخذش الكونترو بارتي ديالك. دونك كنواجهوا المشاكل سيرتو في الاغذيه، خاصك تدفع بزاف باش تاكل. وكان احنا بالنسبه لينا كنهتموا بريوسنا، خصنا نطيبوا راسنا، خصنا نديروا كلشي راسنا باش زعما باش ناكلوا. اما الا بغيتي تمشي للوطيل حاجه اخرى عاد، خصك تخلص بزاف، وفي الاخر كتلقى المقابل يعني في الخدمات معدوم. بالنسبه لي السياحه في المغرب في تراجع، وهذا راجع اول حاجه المحسوبيه بالنسبه حتى التجار او الصناع التقليديين عندهم زياده في الاسعار بالنسبه للسائح، والسائح اصبح تيعرف هذه الامور هذه، حتى انه اصبح عنده تخوف. كذلك حتى في مثلا حتى في دور السياحه، حتى في اي مكان. والسياح دابا كيفضلوا المغرب كيعطي امتيازات مثلا الناس الاجنبيين، السياح الاجنبيين باش كيجلبوهم خدمات افضل، فيزا ما كايناش، كيدخلوا كما عجبهم. هذا من ناحيه الامن، كاين امن موجود في المغرب الحمد لله، كاين شويه الامن خصوصا بالنسبه للسياح. وهذا كاين لا بوليس توريستيك، كنلاحظوا بان كاين امتيازات بالنسبه للسياح الاجنبيين. سافرت هذا الصيف بيان سور، ولكن ما كاينش شي حاجه اللي زعما في المستوى ولا هذه، ما كاينش نهائيا. كاين الغلا ولو سيرفيس زيرو، المراقبه ما كايناش نهائيا. حتى هي ما تشكى وكيعاودوا لك لو ميم بروبليم هو اللي كيعاودوه. كاينه مناطق شويه غريبه بحال مراكش، اكادير، كاين يعني شي مناطق شويه منخفضه انك تقدر يدوزي جو زوين، ولكن في لو ميم طون غادي يكون الاثمن شويه منخفضه. بحال مثلا الاسره ديالي انايا يعني هاد العام مشات خيمات في مولاي بوسلام، يعني جهه الغرب، يعني شويه يعني ما بين الكرا وما بين المصاريف وداك الشيء، يعني الاثمنه شويه متوسطه، ولكن عامه يعني السياحه في المغرب خاص ضروري الفلوس شويه. السياحه في المغرب مكلفه، وصال عفوا، السياحه في المغرب مكلفه حسب الشهادات ديال الناس. شنو كديروا نتوما الان للسياح المغاربه
بما ان هناك ربما تناقص او عدم استثمار لما يحدث في الدول العربيه، علاش ما نحاولوش نعوضوا هذاك الفراغ ربما ديالهم بسائح مغربي؟ اولا نحن لا نعوض الفراغ بالسائح المغربي. الاقتصاد السليم هو الاقتصاد الذي هو مبني اساسا على الطلب الداخلي، وهذا هو اللي كنعملوا عليه احنا في وزاره السياحه من خلال برنامج مشروع بلادي. كنوز بلادي؟ لا بلادي ماشي هو كنوز بلادي. كنوز بلادي هو آلية للترويج. بلادي هو البرنامج ديال البنيه التحتيه والاستثمار. كاين هذا البرنامج؟ كاين هذا البرنامج في محطه سياحيه ديال الافران اللي حلت في 2011. كتعرف واحد الاقبال كبير في الصيف او في الشتاء او في الربيع. محطه ايمي والدار بجهه شمال اكادير غادي تفتح بعد بضعه اشهر. كنا غنفتحوها هذا الصيف ولكن ما فضلنا نوخروا بضعه اشهر باش تفتح في ظروف جيده. كاينه محطه مهديه في جهه القنيطره اللي عطى انطلاقتها الاشغال ديالها صاحب الجلاله نصره الله في شتنبر ديال السنه الماضيه، حتى هي في طور الانجاز غادي تحل في 2014. ولكن هادشي اللي كتحدثي عليه هادو كله في طور الانجاز. الناس اللي باغيين غير الناس اللي باغيين يسافروا اليوم واللي بغات تمشي لهذا المشروع بلادي فين غادي يمشيو؟ ان طون او طون، يعني ما تنبنيوش ما نروجوش المشروع كنوز بلادي. انا مثلا سمعت كنوز بلادي بغيت نعيط في واحد الفندق مثلا في اكادير او في السويره ونقول ليه عافاك واش نجي. اللي اريد ان اؤكد عليه ان الدوله لا تتوفر لا على فنادق ولا على وكالات اصفار ولا على كيران ديال السياحه ولا على طوموبيلات الكرا. الدوله ما كتوفرش على هذا الشيء. الدور ديال الدوله هو تحفيزي. كنوز بلادي هي عمليه ترويجيه تحفيزيه لتسهيل العلاقات التجاريه ما بين الارباب الفنادق ووكالات الاصفار وما بين المستهلك. هذا الشيء كله حمايه للمستهلك. الا بدا نكمل الفكره. عطينا غير الاسعار. شنو الاسعار؟ الكل يعلم ان الاسعار تخضع الى سياسه السوق، الطلب والعرض. المغرب عندنا الاسعار ما يمكنش يكون تدخل لان لو كوميرس اي ليبر في هذا المغرب. الاثمنه الى كونكورونس. ولكن هذا ديال تبع الوزاره. هذا البرنامج لا البرنامج اللي هو برنامج ترويجي. كنوز بلادي هو واحد البوابه اللي نحطوا فيها واحد العدد ديال المنتوجات يدخلوهم فيها الفنادق ووكاله الاصفار. اللي بغيت ناكد عليه هو ان كاينه واحد الثقافه ديال السفر. كل شيء تيعقب علينا وتيقول لك في المغرب المغربي تيخلص الثمن 3 المرات اكثر من الاجنبي. علاش؟ الاجنبي يسطر البرنامج ديالو ديال العطله 3 شهور 6 شهور 8 شهور 9 شهور قبل. المغربي حتى تيوصل عاد تيبدا يقلب فين يسكن. ماشي كل شيء ماشي كل شيء لا نعمم ولكن في اغلبيه الحالات من طبيعه الحال انك الا شريتي في اخر دقيقه غادي تشري بالغلاء ومشيتي سورتو مشيتي في البلاصه كتقلب انت محتاج يعني غادي تشري بالغلاء. ما قلتش الامتيازات ديال كنوز بلادي. نرجع للامتيازات ديال كنوز بلادي. ثانيا كاين الطريقه ديال الشراء في اوروبا وفي العالم كله. طريقه الشراء ديال السفر هي منتظمه وكتشرى من عند وكاله الاصفار من عند مروجي الرحلات المنتظمه لي تور اوبيراتور لي زاجونس دو فواياج. ملي كتمشي كينصحك تيوجهك تيشوف شحال عندك ديال الدراري فين بغيتي تمشي شنو النوع ديال الانشطه اللي بغيتي وتيعطيك واحد المنتوج اللي تيلائم المتطلبات ديالك. وفوق هذا الشيء واللي هو مهم انه هاد العمليه هذه كتخضع لواحد حنا في المغرب لا حنا في المغرب حنا في المغرب المغاربه ما تيتوجهوش بسهوله الوكالات الاصفار باش ينظموا الرحلات ديالهم. انا هي كتمثل حمايه المستهلك. الله يخليك مغالطه. يلا تفضل. كاين ثمن السوق وكاين عقده كاين ان كونترا سي اون اوبيراسيون كوميرسيال كونتراكتويل. وصلت ملي كنشري من عندك واحد ما نصدروش حقها في من حقك انك تناقشي الثمن. تفضل. لا غير باش نرجعوا الله يخليك نناقشوا نقطه بنقطه. باختصار الوزاره كتحدث على البرنامج جديد اللي هو برنامج سياحه بلادي اللي هو عاوتاني اونكور اون فوا في طور الانجاز. قبل ما نهضروا على داكشي اسكيفا طرف منه من جوج بعدا. لا داكشي اللي غادي ما نهضروش على داكشي اللي غادي يكون في المستقبل. نشوفوا بعدا غير تجاوبنا الوزاره على داكشي اللي دار وما دارش. باش نبداو من البدايه كان عندنا في 2003 كان عندنا البدء ديال ما يسمى ببرنامج كنوز بلادي. الوغ 2003 دابا 2013 دابا هذه 10 سنين الوزاره كتفتخر بان هاد كنوز بلادي وفر واحد المنتوج سياحي المستهلك المغربي المحدود الدخل. اللي لاحظ واللي جو بونس انها حقيقه ما عند حتى واحد ما يقول فيها هو ان هذا البرنامج ما كانت عنده حتى نتيجه. دابا 10 سنين وحنا كنهضروا على كنوز بلادي. الا دابا المشكل هو انه مازال كان واحد البرنامج سميتو كنوز بلادي بيس اللي حتى هو وقع فيه نفس الاغلاط اللي وقعوا في كنوز بلادي الاول. الوغ اشنو وقع؟ هاد كنوز بلادي
واحد البرنامج اقترحته الدوله وكان لازم ينخرطوا فيه الفنادق باش كيعرضوا على السائح الداخلي واحد الغرفه بثمن مناسب. الوغ اشنو كان؟ لا هذا الشيء ما كانش، هذا الشيء في الورق كان، ولكن في الحقيقه اشنو كان؟ ملي كتدخل لو سيت ديال كنوز بلادي كتلقى اللائحه ديال جميع الفنادق اللي منخرطه في هذا البرنامج. ملي كتعيط لاي فندق، وانا كنتحدى اي واحد يقول لي العكس، كتعيط لاي فندق كتقول له الله يخليك انا مغربي بغيت نريزيرفي في برنامج كنوز بلادي، كيقول لك جوج الحوايج، سواء حنا ما منخرطينش في هذا البرنامج، سواء ما عندناش البيوت خاويين، لا بلاتي وكاينه حاجه اخرى كيقول لك لا سمحوا لنا هذا البرنامج هذا كنطبقوه غير من شهر 10 حتى لشهر 4 لا اوت سيزون ما كنطبقوش. الوغ هنا كاين الدور ديال الدوله، لان الدوله دارت هذاك الدور هذا البرنامج حيت الا هو اختياري راه ما كاين حتى حاجه. تحدثتي توطالوغ على ان الدوله كتعطي برامج وان ماشي من مسؤوليتها تطبيقها، ان ما عندهاش فنادق، ما عندهاش كيران، ما عندهاش طيارات. الدوله ولا وزاره السياحه بالاخص عندها الدور ديال المراقبه. يعني انت فندق التزمتي ببرنامج كنوز بلادي خصك تطبق برنامج كنوز بلادي، هذه ما نهضروش عليها. حاجه اخرى الله يعطيك الستر، تحدثت السيده على ان المغربي، ان الغلط جاي من المستهلك المغربي، لانه هو ما كيعرفش كيفاش ينظم العطله ديالو. واخا هذه متفقين عليها، نقولوا ان الفرنسي عنده واحد لاجوندا اللي كيديرها في شهر 9 على قبل شهر 8 اللي جاي اكسيتيرا اكسيتيرا. ملي دخلنا في هذا الميدان النقطه انا غادي بغيت نوضح جوج ديال الحوايج. اولا ان السائح الاجنبي عنده لي سيت المواقع فين كيشري وعنده لي زاجونس دو فواياج اللي ما غاديش نقارنوها مع لو سيت ماروكان. علاش؟ اولا كتدخل لو سيت ديال كنوز بلادي كيحيلك على واحد لو سيت انترناسيونال اللي فيه الاثمنه كلها ديال الفنادق المغربيه بالاورو، ما كاينش بالدرهم. كاين بالدرهم، لا الا كاين بالدرهم. واخا هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي كاين وقعت لي انا شخصيا هو انك ملي كتريزيرفي في ان سيت ما كتلقاش في الفندق هذاك الشيء اللي توعدتي به في لو سيت. الناس فاقدين الثقه في الحجز على الانترنت. نخليوها تجاوب. ما يمكنش ناخذوا بعض التجارب ربما شخصيه. لا ما غاديش نعمموها، ولكن لا لان كاين فنادق كثيره والاكثريه هي فنادق اللي هي عندها يعني ضوابط تجاريه ديالها، وداك الشيء اللي تيكون في الموقع تيكون مكتوب في الكونطرا، وملي كيتم الحجز وكيتم عمليه البيع تيدوز كل شيء على ما يرام. اللي هو كاين هو انه فعلا عمليه كنوز بلادي منين انطلقت في الاول في 2003 انطلقت يعني بعد كانت اول تجربه وعرفت فعلا واحد العدد ديال المشاكل. تم تصحيح هذه المشاكل. فعلا كان هذيك المشكل ديال الموسميه هو افكتيفمون الى غادي تمشي في الموسم اللي هو ماشي موسم الذروه يعني ما محتاج ما دوز لا كنوز بلادي ولا اخر. تم التصحيح ديال هذا المشكل، ودابا العمليه ديال كنوز بلادي يعني العروض ديال كنوز بلادي هي على مدار السنه اولا، ويعني تم الانخراط ديال عدد كبير اكبر بكثير من المهنيين من الفنادق، وتم ادماج في العمليه وكاله الاسفار لترويج منتوج مندمج. وكان واحد اقبال كبير. حنا يعني غير هذا العام ارتفع العدد ديال ليالي المبيت ديال المغاربه والمقيمين لي ريزيدون في الفنادق المصنفه ب2%، كان 26% ولا 28%، وهي ثاني سوق جاوبينا استاذه وصال المصنفه. هذا يعني ان العمليه لا ولكن كاين خصم، اسمحي لي، واش كاين خصم معين ولا كيخضع كيف قلتي انت القانون لا كيخضع القانون العرض والطلب، ولكن هنا وزاره السياحه يعني لعبت واحد الدور مهم لتشجيع يعني كان بحال كاي دي شارج لتشجيع ارباب الفنادق وارباب الوكالات لتاطير قد ما كان ممكن الاثمنه. وهذا العام والعام اللي فات وضعنا فنادق ابتداء من 280 درهم فنادق ديال 3 النجوم، حوالي 380 او 420 درهم فنادق ديال 4 النجوم. الفنادق ديال 5 النجوم كتخضع لمعايير واحده اخرى، ولكن كاينه حتى هي ب 600 ب 700 ب 800 درهم، كاين حتى ل 2000 درهم، يعني كل حسب كل واحد على حسب، ولكن كاين جميع يعني ما كنخرج على حسب الموسميه. اللي بغيت ناكد ان منتوج يعني العرض المنتوج اللي غادي نوفروه
للمغاربه ماشي هو بالضروره الفنادق، لان المغاربه ما تيبغيوش يسافروا مسيو اي مدام. راه حنا المغاربه تنسافروا بالوليدات وتنسافروا بجداتهم وتنسافروا بعمهم وبخالتهم وبنت عمهم، تنسافروا تبارك الله عائله. حنا ملي كنبغيو نسافروا كنبغيو واحد النوع من الحريه. المغاربه ما تيبغيش يمشي للوتيل وتقول له 10 ونص تسد الفطور. المغربي تيبغي يفيق مع 10 يفطر مع 11 ولا مع 12. هذا الواقع. لذلك تم وضع هذا البرنامج بلادي الاهم ديالو. وقبل ما نطرقوا للتاريخ ولا البرنامج الزمنيه، شنو هو منتوج بلادي، مشروع بلادي. مخطط بلادي هو واحد العدد ديال المحطات اللي هي 8 غادي تحدث في المناطق الاكثر جاذبيه بالنسبه للسياح المغاربه. كاين المنطقه ديال راس المال في الجهه الشرقيه، كاين المنطقه ديال المهديه في جهه القنيطره في شمال الرباط، كاين المنطقه ديال الدار في كادير، كاين المنطقه ديال سيد العابد وزيد الجديده، وكاينه مراكش. كاين هذه المناطق هذه هي اللي غادي نديروا فيها هذه المحطات اللي هي محطات مندمجه فيها واحد القسط كبير من التنشيط والترفيه بالنسبه للعائلات والاطفال بالخصوص، بالنسبه للناس المسنين اللي هي عندها وحدات الايواء كتمشي من 2 حتى ل4 ديال البيوت اللي ما كتعداش 500 درهم للوحده لليله. يعني وصلت فكره الناس يمكن لك تسكنيهم 500 درهم في ليله واحده. حنا كنتمناو غير هو المشكل اللي عندنا حنا مع الوزاره هو اننا فقدنا الامل لان فيزيون 2003 ما تحققاتش، 2010 ما تحققاتش. فيزيون 2003 كنوز بلادي تلونصات في 2003 ما كان منها والو. فيزيون 2010 ما حققاتش الهدف المرغوب فيه. 2020 90% من الاهداف وهذه معطيات تابعه للدراسه. 2020 ما بقى عليها والو وكنشوفوا بان مازال ما كاين والو. الخلاصه اللي بغيت نقول باش هذا المحور هو ان لا ما نخليوش عاوتاني الصوره يعني ما درنا والو ما كنديروا والو ما والو. بقى 7 سنين ولكن شحال داز منها؟ ثلثين ديال المده دازت منها عامين. كنتمناو ان غادي يتحقق فيها. الخلاصه اللي بغيت نقول لك انا اليوم هو ان انطلاقا من لي ريكلاماسيون اللي كيجيونا كجمعيه حمايه المستهلك، وبالنسبه للمستهلك المغربي العادي مازال عنده مشكل كبير باش يدوز العطله ديالو. قلتي بان المستهلك المغربي افكتيفمون ما عندوش كل شيء ما عندوش الثقافه ديال لوطيل، لان ملي كتكون عائله تبارك الله فيها 4 الاولاد وزياده الابوين هي 8 وعاد لي كرون بارون هي 10 ولا هي 9 ما يمكنلوش يمشي للوطيل. حاليا السيده عطاتنا برامج وتاريخ واجنده غادي تحقق. لحد الساعه ما كاين والو. هذا الصيف الناس كراو كراج في اكادير، كراج اللي هو ماشي ايكيبي ما فيهش حتى الحمام، كراجات غدوات ب 2000 درهم لليله للعائله، لان الناس باتوا في الزنقه، باتوا في الشاطئ في البحر. لان الناس واخا احنا هضرنا على كنوز بلادي، واخا انا شخصيا زعما ما سمعتش شي حد استفد من كنوز بلادي سورتو في الصيف من غير الا كانت ب 2000. لا حيت الا كانت ب 2500 درهم و 3000 درهم راه بلا ما نقلب على كنوز بلادي. يعني قالت لك ما بين 200 الحجم مرتفع ب2 النقط ما جبناهمش من السماء. يعني راه المغاربه لا هذا متفقين حنا ما غاديش نكذبوا لي ستاتيستيك. غير هو كيف ما قلت لك المشكل لحد الساعه بغض النظر على ما سيكون، المشكل لحد الساعه راه باقي مطروح. راه مازال المواطن المغربي ملي كيبغي يخرج راه ما عندوش فين يمشي. استاذ احنا ما كنشوفوش الجزء المملوء، بغينا راه تحققات شي حاجات مزيانه ومازال شي حاجات في طور التحقيق. بغينا نتحدثوا على الاختلالات باش حنا ما كرهناش المغربي يولي تا هو بحال تركيا ولا بحال اسبانيا. بدات واحد النقطه اللي هي مهمه جدا. تكلمتي على القطاع الغير المهيكل، تكلمتي على الديور ومول السوارت والسمسار اللي في راس الزنقه. ملي كتمشي المواطن ملي كيمشي لفران ولا لطنجه ولا لتطوان ولا لمراكش ولا لجوايه اخرى تيدوز في الشارع وتيوقف عليه السمسار تيدير ليه السوارت هكا وتيمشي وتيكري من عنده. المواطن يتحمل مسؤوليته، لان هذيك الشقه اللي كرا هي ما دخلاش في القطاع المهيكل، ما خضعاش لمعايير السلامه ومعايير الامنيه لا بالنسبه للحريق لا بالنسبه للسالوبريتي. متفقين. فيتحمل مسؤوليته. حنا شنو قمنا منذ 2012 يعني من مارس العام اللي فات وقعت دوريه بين وزاره السياحه ووزاره الداخليه، وفعلت هذه الدوريه خلال سنه 2012 كلها، وكانت نتائج جيده جدا لادماج بمساعده السلطات المحليه، ادماج يعني اولا لاعاده تصنيف ما هو غير مصنف. كنا كنعرفوا بان مثلا في مراكش كاين واحد العدد ديال دور الضيافه، فاس في طنجه ما مصنفيش، ما عندهمش تراسابيليتي. حنا مشينا قمنا بواحد العمليه اللي سهلنا على هاد المناطق الايواء باش يدخلوا في القطاع المهيكل وصنفناهم، وكانت نتائج جد ايجابيه. فولات لا تراسابيليتي وهذوك يدخلوا في النسيج الاقتصادي، والقطاع المهيكل تيوليو تيأديو ضرائب وتيخلقوا فرص الشغل، وكاين واحد الترويج وديناميه تتخلق. الان عندنا مشكل ديال لانفورميل.
الانفورميل حتى هو عنده البرنامج ديالو اللي حنا خدامين به مع السلطات المحليه في كل مدينه وكل جهه باش نستقطبوا دوك الشقق المفروشه. ولكن هي كتقول لك كتخضع لواحد المعايير. لا كراج يعني هي غير قانوني اصلا، وهذاك اللي مشى كرا الكراج يعني كيتحمل مسؤوليته. كاين شي حد كيسكن في كراج؟ ما كايناش. مشى سكن في كراج هذاك اختيار. لا ماشي فوت دو ميو. لا ما اختارش هو يسكن ولادو في كراج. ما كيسكنوش الناس في كراج، ماشي الاغلبيه كتسكن في كراج. لا ماشي الاغلبيه، ولكن يعني مادام وصلنا حتى كنباتوا في الشاطئ. هذا مثال سي ان كا ايزولي، لان الناس الاغلبيه اللي كيسكن في شقق مفروشه، وهذا الشيء اللي معروف عندنا. الشقق المفروشه حنا الان في صدد العمل على ادماجها حتى هي في القطاع المهيكل من خلال نوتامون داك القانون اللي عاد داز مؤخرا ديال لي غيبت، الاقامات السياحيه للانعاش، الاقامات العقاريه للانعاش السياحي، باش ما يبقاش هذاك الانفورميل، لان هذاك الانفورميل يهرس اولا الاقتصاد وكيضيع العدد الاشكاليات، والمواطن ما كيلقى لا راحته، وتا داك 500 درهم اللي كيخلص راه كثيره، لان ما كيستافدش منها الدوله. غير هو انا هادشي اللي بغا نوضعوا له غير المشكل اللي عندي، الله يعطيك الصحه، قبل ما تدوز هذه النقطه، غير الملاحظه في 30 ثانيه. الملاحظه اللي عندي هو ملي كنتحدثوا مع السيده وصال، اون لامبرسيون ان وزاره السياحه يلاه جات غير ذاك العام، لان جميع المشاريع بدات من 2012 للمستقبل. اشنو دار قبل هذا الشيء كله؟ مشاكل مطروحه انتم لقيتوا لها الحل، ولكن واش يلاه بدينا الخدمه غير هذه عام ولا عامين؟ غادي نعطيك الفرصه الا سمحتي يا استاذه، وعذرا على المقاطعه. بعد الاستمراريه اولا، وثانيا كاين عدد ديال المشاريع اللي هي كانت ديجا، كاين اللي انطلقت في 2002، كاين اللي انطلقت في 2007، كاين اللي انطلقت في 2010. وتم هذه المشاريع حنا تحيينها والادابتاسيون ديالها للظرفيه، لان العالم يتغير ويتطور. غادي نواصلوا النقاش بعد الاستماع من جديد لآراء الشباب في الشارع ونعود. برنامج كنوز بلادي ما عندي عليه حتى شي فكره، اول مره كنسمع هذه التسميه هذه في حياتي. وبالنسبه للسؤال الثاني ديال زعما العروض اللي كتقدم للمواطن المغربي في المغرب بخصوص مناطق سياحيه، وهذا كنظن بان داك المهم الاشمله كتكون غاليه بزاف وماشي في المتناول ديال المواطن المغربي. شنو نقاص حاليه هادشي اللي كاين. انا برنامج كنوز بلادي ما عرفت عليه حتى شي حاجه، عمري ما سمعت عليه شي حاجه. وبالنسبه للعروض اللي في ما عرفتش في البلايص اللي عندنا في المغرب كتكون شويه غاليه، ماشي في المتناول ديال الجميع. يعني قدرت تمشي لبلاصه اخرى، مثلا تمشي برا المغرب وتلقى بنفس الثمن، ما نعرف. السياحه كنشوفوا ان في المغرب واخا عرف تطور في السياحه، ولاو يعني كيجيو ليه ناس من برا، اجناس مختلفه كيجيو، ولكن بالرغم من ذلك كنلقاو ان كاين واحد النقص في التقدير ديال داك السائح، لان كيشوفوا فقط كمورد المال، يعني ما كيعطيوش القيمه ديالو كسائح، كواحد جا باغي يتعرف على ثقافات جديده، باغي. هذا هو المشكل اللي باقي كيعاني منه السياحه. سينو راه هي واحد التقدم كبير عرفاتو، ولاو كيجيو يعني جميع الاجناس، جميع البلدان ولاو كيزوروا المغرب، الحمد لله يعني تطور، ولكن باقي ناقص في لي سيرفيس ديال المتوفر له. برنامج كنوز بلادي فايت اللي سمعت به، ولكن ما عمري ما استفدت منه، ما عرفتش بالضبط شنو اللي فيه هذا. داك الموضوع ديال السياحه في المغرب للاسف البلد ديالنا ضايعه في هذا الكوتي هذا، لان كان عندنا بزاف ديال الخيرات، بزاف ديال لي زوتيل، بزاف ديال ثقافتنا كبيره ومزيانه، بلاد مزيانه، الجو ديالنا مزيان، يعني وموقع استراتيجي بالنسبه للعالم السياحه زعما اون جينيرال. وبالنسبه للسياحه الداخليه في المغرب ضايعه بزاف، لان الاثمنه غاليه وما كاينش الخدمات مزيانه. عطفا على ما قيل استاذ وصال، بغيت نحكي لك على واحد الدراسه حديثه لمكتب إبسوس أوروب صدرت في نهايه ماي الماضي، قالت بان نصف الاوروبيين من اللي هما يعني اوروبا اللي هي السوق التقليديه ديال السياحه في المغرب ما عندهمش نيه انهم كاع يسافروا، يبقاو غير يا اما في بلدانهم او يتحولوا لبلدان قريبه. وهذا الشيء كيفسر تراجع نسبه المال الى 40% في كل من مراكش واكادير اللي هما لي ديستيناسيون فار ديال السياحه في المغرب. علاش نقول نسميها فشل وصحي لي غلط؟ لماذا فشلت الوزاره او السياسه القطاعيه في انها تخلق بدائل جديده للسائح الاوروبي اللي كيعتبر المغرب هو مراكش اكادير؟ اولا انا ما عرفتش هذه المعطيات ديال إبسوس اللي هو انستيتوت سونداج، سي ان سونداج، سي ان سونداج اللي قال بان النصف الاوروبيين ما عندهمش. تشوف شنو هو لي شانتيون، شحال الناس طرح لهم السؤال وشكون من السؤال طرح لهم الى اخره، لان حنا عندنا معطيات مختلفه تماما على هذا الشيء اللي تفضل استاذ. وهذه المعطيات جاتنا من عند لو سيتو
اللي هو الجمعيه الفرنسيه اللي تور اوبيراتور اللي هما مروجي وكاله الاسفار اللي هما المروجي ديال المنتوج المغربي. المنتوج المغربي هو الوحيد اللي كيعرف واحد الاقبال كبير في هذه سنه 2013. في الفتره ديال الموسم الربيع ديال 2013 عرف واحد التطور كبير بالنسبه لي زانتونسيون دو ريزيرفاسيون بالنسبه لسنه 2013 وبالنسبه لسنه 2014. انا عندي نفس هذاك السيتو كيقول بان الحجوزات تراجعت بالربع. لا، الحجوزات على حسب واش الحجوزات المباشره، لان خصك تعرف بان كاين واحد تحول في لا ديستريبيسيون في اوروبا. كاين اللي كيمشي عن طريق الوكالات المندمجه، لو تور اوبيراتور كيشري الطياره والفندق والسيجور ديالو كامل. هذه حجوزات اللي ولات كتراجع في العالم لان طريقه الشراء تغيرت، ولاو الناس كيشريو عبر الانترنت بزاف، ولاو لي زاشا اون ديريكت، وهادو حجوزات اللي طلعوا. يعني عندنا فعلا المعطى ان الحجوزات عن طريق الوكالات المندمجه تراجعت شيئا ما بالربع، وبان لا الربع ربما رقم سي ان شيفر اكزاجيري، ولكن المغرب تيبقى دائما هو الوجهه المفضله الاولى المفضله نون اوروبيان الغير الاوروبيه المفضله لدى مثلا السوق الفرنسيه. المغرب مصنف ثاني وجهه سياحيه افريقيا بعد جنوب افريقيا، وحنا ثاني وجهه سياحيه بعد جنوب افريقيا علما الاحصائيات الحاليه. علما ان كاين واحد العدد ديال الدول في المنطقه اللي هي عندها حتى هي واحد المؤهلات كبيره. حنا كنسجلوا بارتياح، ولكن يعني اون مانتيان لا فيجيلونس. بالنسبه للتطور كنبقاو حذرين بالنسبه للتطور ديال قطاع السياحه، لانه هو قطاع اقتصادي حيوي بالنسبه للمغرب، تيشغل 470,000 مغربي بالضبط. ثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام بتقريبا 8%، وحنا كنأملوا اننا نخلقوا 500,000 منصب شغل من هنا 2020. ولكن هذا كيتطلب التعبئه ديال الجميع، التعبئه ديال المجتمع المدني، التعبئه ديال القطاع الخاص. في الروبورتاج تكلمنا كثير على جوده الخدمات وغلاء الاسعار، وملي كيمشي السائح عند البازار الى اخره. فهذا ماشي الدور ديال وزاره السياحه، لا الدور عندنا واحد الدور نسبي، ولكن السلطات حتى هي عندها دور كتلعبه، ولكن المواطن حتى هو كيلعب واحد الدور. لان لونفيرونمون توريستيك او البيئه المحيط السياحي تيدخل فيه الطاكسي، تيدخل فيه الشارع النقا ديالو، كيدخل فيه العدد المسائل. في نفس النقطه، الى متى سنظل نبحث ونلهث وراء السائح الاوروبي، علما ان بغينا حنا نستافدوا من السياح اللي كانوا كيمشيو لمصر وتونس، اللي هما في الاغلب سياح امريكيين، سياح هنديين، سياح برازيليين، اللي هي دول عندها الفلوس، سياح صينيين عندهم الفلوس. علاش ما نحاولوش نقلبوا على اسواق بديله للسوق الاوروبيه اللي مساكن يلاه مكافين مع الخبز ديال كل نهار؟ نقطة مهمة اللي بغيت نشير ليه، هضرنا على السياحة الساحلية وقلنا بأن المغرب هو في طور إنجاز مشاريع سياحية ساحلية كبيرة جدا اللي كتستقطب واحد النوع من السياح، لأن ماشي كلهم كيجيو للسياحة الساحلية. كاين عدد كبير خصوصا هاد الناس اللي هضرتي عليهم، الآسيويين، لي جابوني، لي زانديان، هاد الناس كلهم كيهتموا بالسياحة الثقافية. هاد النقطة مهمة بالنسبة ليا وبالنسبة للمغرب كامل. شنو هو المشكل اللي عندنا حنايا باش ما طورناش السياحه الثقافيه اللي عندنا في المغرب؟ السياحه الساحليه هي غادا في الطريق، كنتمناو ليها الخير. السياحه الثقافيه على عكس ذلك، حسب الوزاره عندنا 1500 سيت ثقافي، 1500 سيت ثقافي اللي عندنا في المغرب، منهم 350 فقط. غير ثقافي، كاين ثقافي وكاين طبيعي وكاين شاطئي، يعني هذا 1500 موقع اللي تم 1500 موقع ديالو الاحصاء ديالو بالورق رؤيه 2020. 350 سيت منهم فقط اللي مجهزه، وحتى هذيك مجهزه غادي نديرها اونتر كيومي، لانها مجهزه واحد التجهيز شويه بدائي واحد شويه، لان بون كاع المغاربه زاروا كيلكو سيت منهم. كتدخل مثلا غير المدينه وليلي، ما كتلقى منك الحيوط، ما عندك لا كيد، ما عندك ني بروشور كيف ما هو الحال مثلا في اوروبا، في اسطنبول ولا في روما مثلا، ولا في العواصم اللي فيهم لي ميوزي واللي فيهم لي سيت هيستوريك اكسترا. كتلقى واحد المجموعه ديال كتلقى دابور التاريخ، كتلقى كيد بجميع اللغات، كتلقى بازار حدا، كتلقى مجموعه من الاشياء. مكاتب ديال السياحه، مكاتب ديال السياحه
حنا ما عندنا حتى حاجه. خليها تجاوبنا على من هذا لا غير خليك تفضل. نجاوبك بسرعه على هذه النقطه. اولا خصنا نفرقوا ما بين اللي هو من اختصاص وزاره السياحه واللي هو من اختصاص وزاره الثقافه. علما ان احنا نشتغلوا يعني بطريقه جيده مع وزاره الثقافه. غير اللي بغيت نقول هو ان في اطار بلوره رؤيه 2020 يعني احدث واحد البرنامج سميتو باتريمون ايغيتاج. هذا البرنامج يهتم باعاده تاهيل القصور والقصبات وباعاده تاهيل المدن العتيقه. تكلمتي على 1500 موقع، فعلا تم احصاء 1500 موقع اللي عنده تاهيل مؤهلات اللي هي تروج سياحيا، يعني عندها واحد القابليه ان بوتنسيال باش تروج عبر على حسب الطلب الدولي. هذا البرنامج ديال باتريمون ايغيتاج هو يعني يهتم بالخصوص وبالذات بهذه المشاكل ديال اعاده التاهيل واعاده ترميم واحد العدد ديال المواقع بالنسبه التاريخيه والقديمه. انا سائح ايا كانت جنسيتي، مشيت لواليلي، مشيت لمنطقه ما في المغرب، بغيت نعرف مثلا مشيت لشي قصبه معينه او واحه معينه، واش كاينه ان سويفي شي واحد كيقيدي هذوك هذا كاين يعلم الجميع ان كاين في جميع المناطق وجميع الجهات الكبرى كاين ما يسمى لو كونسي ريجيونال دو توريزم او المجلس الجهوي للسياحه اللي هو فيه المهنيين بالخصوص ويمثل فيه كذلك يعني المنتخبون والسلطات المحليه ووزاره السياحه. كنا حدثنا ما يسمى بلي كيوسك توريستيك. هاد لي كيوسك عندهم واحد البرنامج كاينين في بعض المدن، مازال ما اون لايزا با ديبلويي كلهم، مازال ما تعمموش لان كاين اكراهات ديال الميزانيه، وحنا غادي نقوموا بالتعميم ديالهم باش فعلا يكون عندنا واحد العدد ديال المعطيات في جميع المناطق السياحيه. من نقطه مهمه اللي ما كتخليش ربما سائح من الدار البيضاء او سائح من جهه اخرى يمشي بالطياره للسعيديه او لبلاصه اخرى او للداخله، هو المشكل ديال الخطوط الملكيه المغربيه، هذا باعتراف وزاره السياحه بنفسها. في الوقت اللي المهنيين ديال القطاع كيطالبوا بتعزيز الخطوط وتحسين الجوده وتحسين الكم والكيف، كنلقاو بانه تم الغاء خطوط مثل خط ديال الدار البيضاء ديال مراكش لندن، وهذا الشيء خسر الدوله مليار ديال الدرهم حسب الارقام اللي عطاها المكتب الوطني المغربي للسياحه. هذا المشكل ديال الرام فوقاش غادي نحلوه؟ والله ما كرهناش كون كان معنا شي واحد من اللاغام باش نسولوا هذا السؤال. انتم كمجتمع مدني كيفاش حنا كمجتمع مدني كيفاش الان كنشوفوا كنتحصوا على هذه الحاله اللي عندنا حنا، باش ما نهضروش على الخطوط الدوليه، نهضروا غير على الداخليه. ملي كتشوفي انك باش تمشي من الدار البيضاء للقلميم خاصك تخلصي 1000 درهم، وباش تمشي من الدار البيضاء للسعيديه اللي هي ولات دابا محطه اهتمام واستقطاب للسياحه الداخليه خاصك 1600 درهم الشخص الواحد. الداخله 3500 علما انك باش تمشي لباريس خاصك تخلص 3500 درهم. ولا راه عندها المونوبول، عندها الاحتكار. فهاد القضيه ديال الاحتكار ولا راه عندها الاحتكار. لا غير اللي بغيت نوضح ان المغرب وقع على اتفاقيات ديال الاوبن سكاي او الاجواء المفتوحه في 2006 مع الاتحاد الاوروبي، وهذا الشيء ما كنرجعوش فيه لان عنده واحد المزايا كبيره جدا. وكان المغرب عنده شركه وحده اللي هي الخطوط الملكيه المغربيه التي نعتز بها ونعتز بعملها، اللي كانت كتوصل المحطه السياحيه الاساسيه، فولاو عندنا عشرات عندها مشكل ولا ما عندهاش ديال العشرات ديال الشركات اللي هي كتمشي لجميع المناطق المغربيه، كتمشي للناظور، الحسيمه، الوجده، طنجه، لجميع المناطق كيمشيو شركات الطيران المخفوضات التكلفه، لان الطياره سي ان موان ماشي هو العطله. ماشي معقول انك تدفع فيه ثمن كبير. بلاتي تماما. شركه الخطوط الملكيه المغربيه هي كتراقب السوق كيف كتراقبها جميع شركات الطيران. شنو هو المشكل ديال الخطوط الملكيه المغربيه؟ انا لا امثل الخطوط الملكيه المغربيه، لا انتم كفي وزاره السياحه وكمعنيين بما ان هذا الشيء كيأثر على السياحه، ولكن بما انه كيأثر عليكم انتم كقطاع الخطوط الملكيه المغربيه الكل يعرف انها عندها برنامج عقده مع الدوله مطالبه بواحد العدد ديال النتائج، فهي كتمشي في اطار السياسه والاستراتيجيه اللي هي وضعات بشراكه مع جميع المتدخلين العموميين او الخواص. هذا من جهه اخرى، وهي تواكب قطاع السياحه، وكانت سباقه في واحد العدد ديال الخطوط اللي كانت تفتحت، ولكن كتخضع للقانون السوق. اللي بغيت نقول ان بالنسبه للطيران الداخلي الخطوط الملكيه المغربيه مؤخرا تم توقيع على واحد العقده مع وزاره النقل ووزاره الماليه والوكاله لتنميه الجهات الاقاليم الجنوبيه لوضع خطوط
يعني كوتيديان يوميه، منتظمة. كاين دابا خط يومي منتظم كيمشي للعيون وكيمشي للقلميم وكيمشي للداخله. كان الثمن قبل هذا البرنامج كان تقريبا بشي 3000 درهم بالفعل، الان وما كيتعداش 1000 درهم، يعني بشي 900 درهم على ما اظن لا لي غوتور. وعنده واحد عنده الدخله علي غوتور 900 درهم ايه، وعنده واحد التوقيت اللي هو منتظم. حنا في اطار دابا الوضع اللمسات الاخيره على نفس العقده للجهه الشرقيه. الدراسه هي دابا في اطار يعني اللمسات الاخيره في وزاره النقل، وربما كنتمناو انه يتم نفس البرنامج عقده يدار بالنسبه للجهه الشرقيه. كاين مناطق اخرى اللي هي منطقه الريف مثلا، الجهه هي اللي كنتكلم على الجهه الشرقيه، المطار ديال وجده اللي غادي يمكن له يوصل حتى الناظور والحسيمه الى اخره. ولكن كاينه بنيه تحتيه طرقيه مهمه اللي وضعتها وزاره التجهيز والنقل بكلفه ماليه كبيره اللي كتعرف واحد الاقبال كبير، واللي سهلت بشكل كبير الولوج للمنطقه الشرقيه مثلا، الولوج لاكادير والولوج لمراكش والولوج للمنطقه الشماليه. هذا مجهود كبير قامت به الدوله طبعا في طرق السياره. غير بالنسبه غير باش نشير لهذه العقده اللي مع وزاره النقل كيف ما قالت السيده ووزاره السياحه وهذا على قبل الاثمنه ديال الداخل. حنا زعما ما يمكن لنا نكونوا غير فرحانين بهذه الاثمنه الا بداو كيطبقوا. غير واحد النقطه اللي بغيت نشير لها واشارت لها السيده وصال، هو علاش حنا في المغرب منذ زمن وباقي الاحساس، صحي لي لا غلط، باقي الاحساس عندنا موجود الان، هو عندنا احساس ان كل وزاره كتخدم بوحدها. لان ملي كنقولوا مراقبه الاسعار، وزاره السياحه كتبني لي زوتيل وكتعطي لي زوتوريزاسيون، ولكن ماشي باختصاصها مراقبه الاسعار. المشاكل اللي كيكونوا في النقل الخاص هو اللي كيوضع الاسعار ديال الفنادق اللي عندها الصلاحيه. والمشاكل الكبيره اللي كتكون فيه في اي عطله ماشي من اختصاص وزاره السياحه. الاحتكار ديال المواد الغذائيه اللي يعني شي حاجه اللي فيتال ماشي من اختصاص وزاره السياحه. قبيله قلت الناس في السعوديه ما لقاوش ما ياكلوا، ما لقاوش ما ياكلوا. الباريزيانه ولات كدير 5 ديال الدراهم، قرعه الماء ما كايناش الا ما فقتيش الصباح بكري، خصك تتغدى وتعشى بسكويت. شكاوات جولي، الشكاوات كاينين. لا هذا واقع عاشوه الناس. ممكن تشوفوا شهادات ديال الناس اللي كانوا في اكادير وفي السعوديه. غير اللي بغيت نشير ليه الله يخليك، ملي كيكون شي برنامج، ملي كتكون ماشي برنامج، كتكون سياسه وطنيه الانعاش السياح ولا الانعاش السياحه، الانعاش قطاع ما، راه ما كتكلفش به وزاره وحده، راه كتكون وزاره وحده بالتعاون مع. راه حيت الا درت انا لي زوطيل وما راقبتهمش ما كاين والو. الا درت انا عندي واش فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ هذا اشكال باختصار عليه بان نعاود ناكد بان الفنادق المغرب عندها يعني سياسه تجاريه ديالها لا دخل لوزاره السياحه في تحديد الاسعار. لا ولكن كيخص يكون مراقبه الاسعار. لا مراقبه الاسعار هذا ماشي سي با ان برودوي دو بروميير نيسيسيتي، يعني مراقبه الاسعار بالنسبه للسياحه ما خضعش للقانون ديال المواد الاوليه باش نراقبوا روحنا الاسعار. لا اسمح لي، شكون ولكن ما كتقدموا منتوج للاسره المدني، كتدخل الفيدراليه ديال المهنيين مع المهنيين والجمعيات المهنيه هي التي تحدد سقف الاسعار بالنسبه للفنادق. وصلت الفكره. غنمروا الان الى الأثمنة الى استاذ وصال الاسئله الشباب اللي حاضرين معنا لان وقت البرنامج لا يسمح. تفضل استاذ طرح السؤال ديالك. السلام عليكم. كنشكركم على هذا البرنامج اللي تم الطرح ديالو، خصوصا ان هذا الموضوع موضوع شائك وكيخص واحد الدخل وطني كبير ومهم. غادي نرجع الفكره تقالت او عودت تقالت، هو المشكل ديال العمل المشترك ما بين جميع الوزارات ملي كتكون شي سياسه من ناحيه التطبيق ديالها. الاستاذه اللي كتمثل جمعيه المستهلكين كتقول علاش الوزاره ديال السياحه ما كتبعش المراقبه ديال الاثمان. كنقول انا في هذا البرنامج غادي نرجع على النقطه ديال البرنامج ديال البلادي. مادام برنامج بلادي ومادام وزاره السياحه استطاعت باش دير واحد الاتفاقيه مع ناخذوا لارام باش تعطي الاثمنه ديالها، ومادام اقترحت واحد البرنامج ديال الاثمنه تقدر دير نفس الاتفاقيه مع العدد ديال الفنادق اللي منخرطين في الفيدراليه باش وتكون مراقبه ديال هذه الاثمنه ديال. مشكور.
هذا هو شكرا على السؤال. هذا هو بالفعل اللي قمنا بالعمل عليه في اطار عمليه كنوز بلادي. كنوز بلادي شنو هو؟ هو واحد العمليه ترويجيه اللي كناخذوا واحد العدد ديال الفنادق اللي هي منخرطه تخصص حصه من الغرف اللي عندها بثمن معين اللي حنا كنوضعوا له واحد السقف. ولكن راه ما كتطبقوش هذاك الثمن لا يطبق لا فتح مزال يطبق. يعني انا تنتكلم ولكن تبع معايا شنو قلت بان كاين ثمن معين تخصص له حصه من الغرف. راه جوست كيقول لك هذيك الحصه ما بقاش. هذيك الحصه واش كتحددوها واش هي ديال 1% من مجموع الغرف ولا المهني كيحدد؟ لا ولكن كتخلي ليه على حسب المهني كيحدد على حسب العروض اللي عنده، على حسب العروض وعلى حسب لي زونغاجمون، لان المهني ما كيبيعش حتى اليوم، راه باع هادي عام عنده 70% من الفندق ديالو هو ديجا مسوق. لا متفقين، ولكن راه ملي كتعطيو هذيك الحريه ولكن الاشكاليه ماشي هي هذه. الاشكاليه ماشي في مراقبه الاسعار، الاشكاليه كنعاود وكنأكد هي في طريقه الشراء وتنظيم يعني تعويد المغاربه على انهم يمشيو ينظموا السفر ديالهم على اتساع باش كيكون حتى هذاك الفندقي عنده واحد شويه ديال لا فيزيبيليتي وتيمكن له حتى هو يخفض الثمن ويدير العروض ديالو. يوميا كتوصلوا كاملين بعروض على الاس ام اس السياحيه في المناطق المغربيه كلها حتى في الفنادق الفاخره باثمنه معقوله جدا. يوميا كنتوصلوا بها. يوميا. السؤال الثاني تفضل. السؤال الاخت فاطمه الزهراء هو بخصوص الجمعيه. بغينا نعرفوا واش هذه الجمعيه جات باش تكون مع جمعيات اخرى في المشهد ولا جات فعلا باش تحمي المستهلك وتجيب ليه حقه؟ الوغ حنا كنتميو لجمعيه حمايه المستهلك اونيكونسو. دايوغ ممكن تشوفوا في الصفحه ديالها اللي كاينه في فيسبوك اونيكونسو. هذه جمعيه من 33 جمعيه اللي منضويه تحت لواء الفيدراليه الوطنيه لحمايه المستهلك. في المغرب كاينه عندنا 85 جمعيه اللي كتحمي المستهلك، منهم هذه الجمعيه هذه ديالنا. الهدف الاساسي ديالها هو ارشاد المستهلك والنصح ديالو، الاعلام، يعني ان لو دروا دانفورماسيون، التوجيه كتوجهوا وكتحل النزاعات. دايور كنستقبلوا على مدار الاسبوع شكايات في جميع الميادين كسوا السياحه العقار في جميع الميادين. كنحاولوا تقارير سنويه، كاينه تقارير سنويه عندنا دي ستاتيستيك ديالنا في جميع الميادين اللي مطلوب. وهنايا غادي نتفق مع السيده وصال على واحد النقطه، وهذا الشيء ما غاديش نفيه حتى واحد فينا ما غادي يقدر ينفيه، هو ان لتحسين قطاع السياحه ولا اي قطاع في المغرب يجب تحسيس المواطن المغربي. جو ميكسبليك. المواطن المغربي خصو يعرف ما له وما عليه، خصو يعرف ان ملي كنمشي انا الاوتيل 5 ايطوال ها هما الحقوق اللي عندي وها الواجبات. الا انا ريزيرفيت في كنوز بلادي ومشيت قالوا لي لا غادي نزيدوا عليك 1000 درهم في العرض كيكون مكتوب باش ما عندك غادي ملي غادي يقولوا لي لا لان هذا الشيء وقع. انا كنريزيرفي في كنوز بلادي ملي كنوصل سور بلاص كيقول لي لا راه زدنا عليك 700 درهم لان ماشي لا سيزون فاش ريزيرفيتي. خصني ندير اون ريكلاماسيون وما نقبلش، لان الا ما طورناش لو كومبورتمون ديالكم باش هذا هو توعيو الناس. كنحسوا. وانا من هذا المنبر هذه وخصوصا انني قدام شباب كنقول لهم بان راه الا سكتنا كو سوا في لوطيل في الزنقه في اي حاجه، راه الا سكتي وما ما طلبتيش ما طالبتيش بحقك راه ما عمر شي واحد غادي يعطيه لك. خصنا يكون عندنا هذاك التفكير بحال اللي كاين عند الاوروبيين، هذاك التفكير ديال الحق ديال سي مون دروا اي سي مون اوبليغاسيون. انا كنخلص السيرفيس 5 دراهم في السعوديه غادي نمشي لعند السلطات المحليه وغادي يجيبها بور كونستاتي وما ياخذهاش. باش ملي هضرنا على هذه النقطه ديال كنخلص خص يكون عندي لا كونتر بارتي غادي نتيغي الله يعطيك الستر واحد الحاجه بعجاله. هو المشكل اللي عندنا ها حنا غادي نحققوا مشاريع. الوزاره تبارك الله جايه بمشاريع باش تحل مشاكل السياحه الداخليه ولي ستاسيون اكسيتيرا. فيزيون 2020 ان شاء الله الله يحيينا نشوفوا شنو غادي يكون فيها. بغيت غير نشير لواحد المشكل اللي كيعاني منه المستهلك المغربي، ما كيهمش المستهلك الاجنبي، هو مشكل الجوده. وما عندناش المقابل ديال الثمن اللي كندفعوا من 2 ايطوال حتى ل 5 ايطوال. ولكن قلتيها لا فاطمه الزهراء وكان كل واحد فينا يدير لا ريكلاماسيون باش كيدير لا ريكلاماسيون وحتى هو تيكون عنده واحد المستوى ديال ليكزيجونس بالنسبه للسيرفيس اللي كيلتجئ له ولا بالنسبه لشنو كيمشي يشري. راه حنا هذه الثقافه غادي نحدوا منها. ولكن من واجبكم انتم انكم تعطيو للناس حقوقهم وحنا من واجبنا نوعيوهم بحقوقهم. وصلت الفكره البرنامج. كنشكركم فاطمه الزهراء موجي ممثله الفيدراليه الوطنيه لجمعيه حمايه المستهلك، ووصال الغرباوي مديره ديوان وزير السياحه. كنشكر كذلك الشباب اللي شاركونا النقاش، وكنشكركم مشاهدينا. القاكم السبت المقبل في امان الله. بارك الله عليكم.